بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا اسمي سمير الخلفاوي، أنا مهندس عايش بين القاهرة وبين ألمانيا من برلين هناك. الحقيقة طبعا الإخوة بيسألوني دلوقتي على رأيي في اللي حاصل في مصر دلوقتي. أنا رغم إن أنا لسه واصل من ألمانيا من قيمة أسبوعين 3 دلوقتي، فأنا تعليقي إن طبعا الانتخابات ديت بتبين مبدئيا إن الشعب المصري يعني عايز الاتجاه الديني أو بيشجع الاتجاه الديني جدا، سواء الإخوان أو الاتجاه السلفي. فده طبعا بيبين تمسك الناس بالفكر الديني والمبادئ الإسلامية. فالحقيقة ده بيبين طبعا برضه ان وحدة توجه الشعب كله في هذا الاتجاه. وطبعا احنا بنتكلم هنا عن الاستاذ شيخنا الفاضل الشيخ صلاح ابو اسماعيل. فكان الناس بيسالوني يعني ايه رايك، يعني ايه فرص الشيخ حازم في الفتره في الرئاسه. انا رايي بناء على نتائج الانتخابات المبدئيه دلوقتي ده بيبين ان الشيخ حازم هيكون له الرياده في هذا الامر. ليه؟ أنا طبعا اختلطت بالاتجاه السلفي والاتجاه الإخواني، فالاتجاه السلفي بنسبة 95% إن لم نكن 99% بيدعم الشيخ حازم تماما، بل بالنسبة له مفيش غيره كده على الساحة أساسا بالنسبة له. أما الاتجاه الإخواني فممكن في تقديري ينقسم بين المرشحين الإسلاميين الثلاثة اللي هم الدكتور سليم العوا والدكتور أبو الفتوح والشيخ حازم، فقد ينقسموا بينهم. أنا تقديري يعني ممكن ينقسموا التلت أو شيء من هذا القبيل، وسيبقى بعد ذلك الاتجاهات العلمانية والاشتراكية فكل بقى سيغني على ليلاه. فسيكون من يتجه بقى إلى عمرو موسى من الناس اللي بتوع الحرس القديم، في ناس هيتجهوا إلى البرادعي، الناس اللي هي بتحب الفكر الغربي والفكر الليبرالي المتطور، في ناس اشتراكيين ممكن يذهبوا إلى الصباحي ففي اتجاهات مختلفة. فستنقسم الاتجاهات العلمانية إلى هذه الاتجاهات الأخرى. فبذلك يعني المحصلة اللي أنا شايفها رؤيتي المتواضعة إن أسهم الشيخ صلاح أبو اسماعيل هتكون أعلى أسهم حاليا في بعد رؤية الانتخابات الأخيرة هذه، والله أعلم يعني. طيب أنا أسأل حضرتك بس سؤال. حضرتك دلوقتي قلت الناس اللي بتحب الفكر الغربي، بما ان حضرتك عايش في المانيا، نعم، فليه ما بتفضلش الفكر ده عن الفكر اللي حضرتك متبنيه دلوقتي؟ والله انا اقول لحضرتك شايف ايه بره مش موجود هنا او ما بتحبوش ان هو يطبق؟ انا هقول لك على حاجه لطيفه جدا برضو، يعني يمكن ما اعرفش ناس كتير ما تعرفهاش، ان المستشاره الالمانيه نفسها انجيلا ميركل في اول جلسه للبرلمان الالماني بعد الثوره المصريه قالت في بيانها وتصريحها الرسمي الحكومي: احنا شايفين كحكومه المانيه ان مصر لا يصلح لها الا حكومه اسلاميه معتدله على غرار تركيا. يعني هي رغم ان هي تمثل الحزب المسيحي الديمقراطي، ودي على فكره دي نقطه ثانيه كمان يمكن الناس تجهلها، ان الناس بتقول لا علاقه لا دين في السياسه ولا سياسه في الدين. وبالرغم من ذلك الحزب الذي يحكم المانيا اليوم وهو حزب الأغلبية اسمه الحزب المسيحي الديمقراطي، ولم يغيروا اسمه. يعني ممكن رغم انه يعني ممكن الناس تقول ده هو اسمه بس كده، طب كان ممكن يغيروا هذا الاسم ويكون مثل في امريكا حزب المحافظين اللي هم يسموه هناك الريبابليكان، الجمهوريين، وهو الحزب المحافظ هناك. ولكن في ألمانيا ما زال محتفظ باسمه الحزب المسيحي الديمقراطي. فتجد ان هم نفسهم كمسيحيين وكغربيين بيروا ان ما يصلح لنا كمسلمين وكمصر خاصة هو حكم اسلامي. ليه؟ لان المنطق بيقول كده، ان اللي كان حاصل في 60 سنة الماضية كان نوع من الكبت، وناس عندهم وجهة اسلامية ومحرومين من هذه التوجه، وهم شافوا ان نشأ عن هذا الكبت نوع من التشدد والانحراف او يعني الانفجار. وشايفين طبعا هم حاسين بقى ان حركات مثلا طالبان وحركات دي نشأة من هذا الكبت وهكذا. فلذلك هم رؤيتهم من المنطق البحت انه ما يصلح لمصر الى هو حكم اسلامي معتدل فيلبي للناس رغبتهم في الاسلام. تمام. معلش سؤال تاني، ايه اكتر حاجه شايفها في المانيا تحب انها تطبق في مصر؟ والله اكتر حاجه شايفها في المانيا وهو اساسا
هو حديث بيطبقوه إن الله يحب إذا عمل أحدكم أن يتقنه، الإتقان. فأنا بفضل أنا يعني تخصصي ماجستير في الهندسة وإدارة الأعمال، هو تخصص أكثر في الجودة الشاملة، وهو يعني هي بتدور حول هذا الحديث الإتقان، إن الله يحب الإتقان في كل شيء. فوالله أعلم هذا الإتقان هو الذي ممكن يوصلنا إلى كل خير يعني إن شاء الله. جميل جدا، أشكرك جدا. ربنا يكرمك.